عرفت جماعة لوبيرات يومه الخميس 27 فبراير 2020 زيارة عامل إقليم آسا الزاك مرفوقا برئيس المجلس الإقليمي ورئيس مؤسسة القدس الشريف بالنيابة، والسيد المدير العام لمؤسسة النهوض بالتعليم الأولي، والسيد مدير الأبحاث الغابوية، وكل من السادة المنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية قصد تدشين مجموعة من الأوراش التنموية بذات الجماعة. والبداية كانت حول فتح مسلك غابوي في إطار اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي لآسا الزاك بمعدل 25 كيلومتر كل سنة، مع مراعاة الالتقائية والتكامل مع القطاعات الأخرى، بتكلفة 1,907,553,060 درهم، وخلق قطيع أساسي من غزال المهر داخل المحطة من أجل التأقلم قبل إصلاحها في المناطق الطبيعية ب2,999,442 درهم. من بينها هو وضع حجر لإنشاء المحطة التأقلم الوحيش الصحراوي الذي ينجز على 500 هكتار، ثاني جلب عينة من المها والغزل من المناطق الأخرى المغربية إلى هذه المحطة، ثانيا دراسة مدى تأقلم وتكاثر هذه الحيوانات وخلق محمية حيوية للطلح الصحراوي. كما تمت زيارة المحيط التشجير. واتجه الوفد بعد ذلك إلى مجموعة مدارس الحمادة ليدشن قاعتين للتعليم الأولي بجماعة لوبيرات والأخرى بجماعة الزاك بتكلفة 49,954,255 درهم، وتوقيع إطار الشراكة والتعاون بين اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والمجلس الإقليمي والمؤسسة المغربية للنهوض بأوضاع التعليم الأولي بشأن تكوين مربيات ومربي التعليم الأولي. اتفاقية شراكة اللي تم التوقيع عليها اليوم بين اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال السيد العام مسؤول جلال الإقليم، وكذلك رئيس المجلس الإقليمي والمديرة الإقليمية ومدير الأكاديمية والمؤسسة المغربية. الهدف من خلال تكوين 90 مربية لتشتغل في الإقليم في مجال التعليم الأولي. كما استفاد تلاميذ هذه المؤسسة والساكنة من حملة طبية نظمتها المندوبية الإقليمية للصحة في مجموعة من التخصصات. حملة طبية تستهدف من 300 شخص من جميع الأعمار. هذه الحملة الطبية فيها التخصص الطب العام، تخصص طب الأمراض التنفسية والرئوية، وصحة الفم والأسنان الإخبارية. بالموازاة مع هذه الفحوصات الطبية كاين استكمال ديال التلقيحات للأطفال، وكاين أخذ الضغط الدموي ونسبة السكر. وأعطيت أيضا انطلاقة كهرباء مركز جماعة لوبيرات ودوار أخزان بتكلفة إجمالية مقدرة ب35 مليون درهم بتمويل من المؤسسة العالمية للمحمية الطبيعية والقطرية والمكتب الوطني للكهرباء وعاملة الإقليم وجماعة لوبيرات، وكذلك تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز بتمويل من وكالة الإنعاش الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة. واستفادت النساء من دورة تكوينية في إطار برنامج تثمين ودعم الخيمة بهذا الإقليم. تم تنظيم دورة تكوينية حول إعداد المشاريع التي تندرج في إطار تنزيل برنامج دعم وتثمين الخيمة الصحراوية بإقليم آسا الزاك، والذي هو ثمرة شراكة ما بين وكالة التنمية الاجتماعية والمجلس الإقليمي لآسا الزاك. هذه الدورة المستفيدين من هذه الدورة هم التعاونيات التي تعمل وتشتغل في مجال نسج الخيام. خدامات في نسيج الخيام، نغزلو الشعر وننكوه ونغسلوه ونغرشلوه ونبرموه ونمحطوه وننزو فليج. عندنا التعاونية أسسناها 2019 وبغينا زعما بحال المنتوج ديالنا يتسوق ويمر بالتعاونيات ديال البانو. أما مسك الختام فكان عبارة عن توزيع مساعدات عينة مباشرة وأفرشة على الفئات الفقيرة وأفرنة مزودة بالطاقة الشمسية. من الشمال الشرقي لجنوب المغرب، جماعة لوبيرات إقليم آسا الزاك، محمد جمال عبسة، نادي القبلة للصحافة والإعلام.